السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا ان شاء الله كاملكم بخير. اليوم غادي نشارك معكم وجبه غداء سريعه متكامله كتجي رائعه، تبدلوا هكا شويه من الاكل ديالكم. فبالنسبه لهاد الاطباق فهم كيكونوا مقبولين بزاف في فصل ديال الصيف. فاول حاجه كي كتشوفوا معايا فسلقت هنايا الروز مع شويه ديال الجلبانه مع شويه الملح بطبيعه الحال حتى تسلقوا ليا. عندي هنايا دجاج، صدر ديال الدجاج مقطع بهذا الشكل هذا. عندي هذا صراحه مكونجلي، ملي كنقطعو صراحه كيتقطع زوين، كيتقطع الشكل ديالو زوين. من الاحسن بقاو هكا تكونجلي وعاد قطعوه الا بغيتو تستعملوه في هاد الوصفات بحال هكا. غادي نحك عليه واحد جوج ديال الثومات، اولا تقدروا ديروا ملعقه كبيره مملوءه جيدا ديال الثوم بودره. الا عندكم الثوم بودره حتى هي راه كتبقى زوينه بزاف. كيف تشوفوا معايا البنات غادي ندير له واحد الشرميله اللي كتجي لذيذه، كتعطيه واحد المذاق بحال الشكل ديال الحوت. والله العظيم البنات الا الطبق كانوا الاب ديالي وقال ماما قال ليها هاد الحوت زوين، هذا منين خديتي هاد الحوت؟ تقول لي لا داك غير دجاج. زعما فعلا كيتغير المذاق ديالو، كيولي مذاق جميل ديال شي حوت نيت فهمتوني البنات؟ كيجي غزال بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه. هنا عندي نص حامضه عصرتها حتى هي واحد شويه تقريبا، واحد الملعقه كبيره ديال لاموطارد. عندي لاصوص الصوجا ماشي ديال القاصحه، غير ديك الخفيفه باش هكا ما كتجينيش مالحه. كتجي زوينه هاد لاصوص الخفيفه، واخا كنت حاقراها في الاول من بعد ملي كنستعملها صراحه جاتني احسن من الاخرى. يعني ما كتجيش الحاجه ملحه بزاف، كتعطي واحد النكهه زوينه صراحه هاد الخفيفه هذه. صافي غادي ندير التوابل. هنايا غادي ندير شويه الكمون، شويه البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره. كذلك الا عندكم اعشاب منسمه تيزيدوها، صراحه راه كيجي اعشاب منسمه كيجي زوينه. الا عندكم الزعتر حتى هو ديرو حتى هو كيجي زوين. صافي بحال هكا كتشوفوا معايا. وتقدروا مثلا ديروا الا بغيتوا داك الضامه ديال الزعفران صغيره، ولا مثلا ديروا شي نكهه مثلا ديال دوك التوابل اللي عجبكم تقدروا تضيفوه في هاد الدجاج هذا. كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا توابل الشاورما اللي عجبكم، اللي طيح على بالكم تقدروا انكم تزيدوها كنكهه. غادي نخلط مزيان العناصر مع بعضياتهم كيف تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وغادي نخليه تقريبا واحد جوج سوايع حتى غادي تشرب ليا هاد التشرميله، تشرب ليا الدجاج مزيان. عاد من بعد ان شاء الله باش غادي ندوز باش غادي نقليها. من بعد ما دات تقريبا شي جوج سوايع تقريبا غادي ندوز باش هكا غادي نبدا نقلي في الدجاج ديالي. هنا البنات باش غادي نقليه بالفينو، ماشي بالخبز المحمص، بالفينو كيجي واعر. جربوا بالفينو. عندي الدقيق وعندي هنا بيضه. غادي ندير شويه الملح في كل حاجه، شويه البزار وصافي. وغادي نبدا ان شاء الله بالقليه. فهنا غادي ناخذ الدجاج ديالي، غادي نديرو في الدقيق، ومن بعد غنديرو في البيض، عاد غنديرو في الفينو. هاد الطريقه غادي ديك الفينو غيتبت ليا في الدجاج. الا صبقت البيض ودرت الدقيق عاد الفينو ما غيلصقش، يعني ما غاديش يلصق ليا. دونك غادي نديرو هاد الطريقه هذه باش كيجي هكا، باش داك الدجاج كيتلبس ليا الفينو مزيان بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا تنقلي، وانا غادي نستمر على الطريقه هذه حتى غنقلي الدجاج كامل. عاد باش غادي ندوز باش غادي نشارك معكم اشنو غادي ندير في داك الروز وفي البطاطا. بطبيعه الحال سلقت واحد 4 بطاطات سلقتهم. تقدروا بلا تزيدوا حتى الخضره، ديروا مثلا خيزو تسلقوه، ديروا القرعه، ديروا اللوبيا، ديروا اللي بغيتو. ديروا بهذه الطريقه اللي بهذه الشرميله اللي غادي نعطيكم، كتجي لذيذه بزاف. يعني تفننوا في الطبق كما بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. يعني الانسان كل ما كيزيد شي حاجه اخرى كل ما مزيان، كلنا كيعطي الطبق كيعطي واحد المذاق واحد النظره زوينه بزاف. انا البنات غادي ندوز دابا باش نصايب معكم الروز. اشنو فيه عندي هنا؟ غادي ندير كنور، ضمه ديال الزعفران، اولا تقدروا ديروا كنور تعوضوه اللي يعجبكم. وغادي ندير لاصوص الصوجا خفيفه. وغادي نوريكم اشنو اخر غادي نزيد ان شاء الله. نتوما معايا في الفيديو باش غادي تكتشفوا المراحل كامله. كتجي زوينه هاد الطريقه هذه البنات، كتجي واحد النكهه غزاله في الروز. وغادي ندير شويه البزار تشوفوا معايا. زيدوا البنات كذلك الثوم بودره، واحد المعلقه صغيره ديال الثوم بودره الا عندكم، ولا بغيتو تحكوا غير الاحسن تكون الثوم بودره باش ما كتبانش في الروز يستحسن. غادي ندير شويه ديال زويته عاديه. تقدروا ديروا شويه ديال الزبده، يعني في الاول ديروا الزبده هي الاولى تذوب في الكاسرونه، عاد ديروا المكونات اللي بغيتو اللي عجبكم تقدروا ديروا يا الزيت يا الزبده اللي عجبكم.
غادي نبقى نحرك مزيان هاد العناصر حتى كتشرب ليا الروز هاد النكهات مزيان. عاد من بعد غادي نحيدو وغادي ندوز كذلك البطاطا هي غندير لها نفس الطريقه، طريقه سهله وكتجي مختلفه على الطرق اللي كنديرو، حيت الاغلبيه شنو كيديروا كيخليو غير بحال هكا ابيض، يعني كينكوه بالبزار والملح والزويته، ولا كينكوه مثلا ولا كيديروا معاه داكشي يقولوا ليه مايونيز، ولا مثلا كيديروا غير بتوابل عاديين، يعني فهمتوني. طريقه زوينه كتجي لذيذه كتعطي واحد المذاق زوين. هنا غندير البزار، درت كدير شويه البزار نفس الطريقه تماما بحال الطريقه الاولى، كاين شي اختلاف. بالنسبه لبنات الضامه البنه هذيك ديال الزعفر ما درتش كامله حيت مالحه شي شويه، دونك قسمتهم على الرز وعلى البطاطا. وغادي ندير البطاطا غنزيد عليها اضافه اللي هي الحامض، الرز ما درتش فيه الحامض، البطاطا غندير فيها الحامض، ضروري كتجي محمضه، كتجي لذيذه الا جات محمضه. صافي شي شويه قطيره هكا صغيره ماشي بزاف، ما نكثرش بزاف. صافي غادي نخلطهم وغندوز هنا باش غادي نصايب معكم القمرون، غادي نضيف فيه هكا شويه القمرون هكايا، كتبقى اختياريه يعني ماشي ضروري ديروا القمرون البنات، ماشي ضروري، انا بغيت نديرو صافي هادشي اللي كاين. نفس المقلاة اللي كنسلق فيها غادي نحاول انني ندير فيها شويه زويته بلديه اولا زويته عاديه ديال النباتيه. غادي نحك فيها واحد الثومه، غادي ندير شويه الكمون، غندير كذلك شويه ديال البزار، وغندير شويه المليحه بهاد الطريقه، وغندير شويه ديال الكركم خرقوم. صافي وغادي نحط عليها نخليهم تيتشحروا واحد شويه، عاد نزيد عليهم القمرون وغادي نخلط، ندير طبيعه الحال شويه ديال الربيع. كيشوف معايا هنا القمرون طلق الماء لحقاش كان عندي كونجلي، غير خليوها البنات ما تخافوا حتى شي حاجه، راه غادي يشحت بحال ما كانت حتى حاجه. صافي دابا انا غندوز باش غادي نصايب معكم طبق الدغيساج الاخير ديالنا. درت الروز بهذا الشكل هذا، غادي نقلبو في الطبسيل بهذه الطريقه. صافي من بعد غادي نبدا كنحط في الدجاج ونحط في البطاطا، نحط كذلك في القمرون. كنتمنى طبق اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه كيجي لذيذ ومختلف بزاف. هاد الطريقه اللي درت معكم ديال الروز البطاطا كتجي واحد الشرميله اللي هي لذيذه بزاف، جربوه. وراه بحال هاد الوصفات كيتكلوا بزاف في الصيف، حيت الانسان ما تيقدرش ديما يبقى ياكل في الطاجين المرقه، دونك كيبغي يغير. بصراحه هذا تغيير غيعجبكم بزاف، يعجب الولاد ديالكم بما ان الولاد ديالنا كيعجبوهم هاد السقيطات كيعجبهم الاكل السريع، فما كاينش ما احسن من الطبق صراحه غيعجبكم. وقدمته بطبيعه الحال مع شويه ديال لاصوص ديال الجيري اللي ما يمكنش اننا نتخلاو عليها، كتجي زوينه مع الدجاج، وبطبيعه الحال شويه العصير هكا باش نبردو به. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله.